كنت بقرا في كتاب اسمه Idiot Brain. كان بيقولك احنا ليه بننسى بسرعة او بننسى بشكل غريب. يعني انا مثلا عندي ذاكرة السمكة، انا بنسى بسرعة غريبة. بيقولك الناس انواع، يعني مثلا تلاقي انا ممكن ابقى ناسي حاجة لسه حاصلة من شوية صغيرة، وابقى فاكر وانا صغير كعبلت في الطين واتشقلبت. حد تاني ممكن يبقى فاكر كل حاجة، وده بيبقى الدحيح بقى اللي بيبقى قاعد في أول ديسك في الفصل. ده بيبقى يعني فاكر كل حاجة، كل حاجة حاصلة. لكن الحاجات بتاعت زمان قوي اللي هي من سنوات دي لأ، ما بيبقاش فاكرها. الذاكرة أنواع، ملهاش علاقة بذكاء وغباء. يعني مش عشان مثلا أنا نسيت يبقى أنا غبي، وأنت عشان افتكرت فأنت ذكي، مش الكلام ده. لكن الفكرة بقى في إيه؟ احنا مخنا عبيط فعلا. اولا مخك بيبقى بيخاف عليك جدا، عامل زي ماما كده او بابا. يعني بيفضل بيحميك من المخاطر، بيخليك مش عايز تروح في اي حتة. فهو في صفاية كده اوتوماتيك من عند ربنا، بيخليك او بيشوف ان في معلومات محتاجة تتصفى. عشان كده لما بنت مثلا تقول انت مش مهتم او انت يعني، هي احيانا يعني ممكن تبقى صح فعلا، لان هو بالنسبة له هو المفروض انت بتنسى حاجات ممكن تكون مهمة، لكن هي من جوه انديب هو مخك شايف ان هي مش مهمة. هي مش من اولوياتك، وفي اولويات تانية. عشان كده الانسان اللي بيفكر كتير بي ممكن ينسى حاجات كتير، لان هو اولوياته بتبقى متلخبطة. الفكرة هنا بقى ان الراجل ده قال حاجة مهمة جدا، في ان الذاكرة اصلا مرتبطة بالمشاعر. بمعنى ايه؟ يعني مثلا عمرك ما هتنسى يوم فرحك، عمرك ما هتنسى موت شخص عزيز عليك، عمرك ما هتنسي لما حبيبك انفصل عنك. الجروح والآلام مرتبطة جدا بالذاكرة، مرتبطة جدا ان انت ما تنساش حاجة. عشان كده قال حاجة جامدة جدا: لما تحب تشيل حاجة وعايز تفتكر مكانها، اوجع نفسك او شك نفسك. يعني مثلا حطيت حاجة في الدرج ولا حاجة، شك نفسك او في على طول تفتكر على طول. الموضوع ده غريب جدا وجاب معايا جامد يعني، هاي. فالذاكرة أنواع. في واحد مثلا تبقى ذاكرته فوتوغرافية، بيفتكر الصور. في ناس بتفتكر الأرقام، في ناس بتفتكر الشوارع. فالمهم ما تفضلش تتريق على حد ذاكرته ضعيفة، ذاكرته قوية فتقول عليه ذكي وإن هو جامد. لأ، كل واحد ليه ذاكرته اللي بيتميز بيها، ولازم تعرف نوع ذاكرتك ايه، علشان تعرف المكان المناسب اللي هيليق بيك، او ان هو اللي هيناسبك. فدي مهمة جدا. ف... فالكتاب ده لطيف قوي، يا ريت تقروه. هو بصراحة بيتكلم قد ايه ان هو المخ بتاعنا ده عبيط، وازاي بننسى حاجات احنا لسه سامعينها، او احنا شلناها وبتاع ومش عارف ايه وكده. بس اهم حاجة واهم معلومة هي ان الذاكرة مرتبطة ارتباط وثيق جدا بالمشاعر. فعشان تفضل فاكر الحاجة اربطها بالمشاعر. ولو في حاجة، دي حاجة برضو قالها مهمة قوي، حاجة انا اصلا مش عايز افتكرها، انا عايز انساها، فدايما حاول تستبدلها بحاجة حلوة تفتكرها. بمعنى ان مثلا انت تعرضت للانفصال، او انت تعرضت لرفض، مثلا المدير رفضك او ايا كان. حاول فدي مشاعر سلبية بتبقى صعبة تتنسي. ما تفضلش بقى، او ما تفضليش تسمعوا اغاني بقى حزينة ومش عارف ايه وتعملوا ايه خالص. احلى حاجة تعملوها انكم تحاولوا تستبدلوا المشاعر السلبية دي لمشاعر ايجابية. فدايما حاولوا تتحكموا في ذاكرتكم، وجددوا مشاعركم السلبية اللي مش قادرين تنسوها دي بمشاعر إيجابية. ولازم تعرفوا إن المشاعر مهمة جدا. مفيش حاجة اسمها أمشي ورا عقلي ولا أمشي ورا قلبي، كله في العقل. لكن المهم إن أنا أحاول أتحكم في عقلي عشان أعرف أتحكم في مشاعري. بس كده، شكرا.